في شارع مهجور، في آخر بيت قديم محدش بيقرب ليه نهائي. بيقولوا إن اللي بيدخل البيت ده عمره ما بيرجع. أنا ما كنتش بصدق لحد ما قررت أدخله بنفسي. الباب كان مفتوح والبيت ساكت، بس تحس الصمت فيه تقيل، ريحة تراب، جدران مشققة، سقف بينقط مية. بس المريب إن كل حاجة متلمعة، كأن حد لسه كان هنا. دخلت الأوضة اللي على الشمال، لقيت بيانو قديم بس بيطلع صوت لوحده، نغمة واحدة بتتكرر. وفجأة نور خفيف ظهر. شفت رسمة كبيرة على الحيطة، بنت شبهي بالظبط، ووشها مش باين بس لابسة نفس لبسي. أنا اتجمدت مكاني، بدأت أسمع خطوات فوق. البيت المفروض فاضي. طلعت السلم كل درجة كنت بحس إني بتقل، لحد ما وصلت باب مقفول. أول ما سمعت لقيت الباب اتفتح لوحده، ولقيت نفسي في أوضة فيها نفس الحاجات اللي في أوضتي أنا بالظبط، وكأن البيت بيقلد حياتي. لفيت علشان أخرج، لقيت الباب اتحول لحيطة، وكل المرايات في البيت بدأت بتعكس حاجة مش أنا. مفيش مخرج. آخر حاجة شفتها كانت بنت واقفة في المراية بتبص عليا وبتبتسم. سمعت همسة ورا ودني وبتقول: انتي دلوقتي بقيتي مننا. البيت بيختار ضحايا بنفسه. من ساعتها لو حد دخل البيت أنا اللي بستناه عشان اخد مكانه واخرج أنا. بس للأسف محدش بيهرب من البيت ده.